خلّيني أحكي لك على قصة الطالب يوسف اللي عمل حركة ذكية جدًا وهو في الثانوية العامة، واتحوّل من إنه يكون طالب فاشل أو طالب عادي، لطالب جاب درجات كويسة جدًا ودخل الكلية اللي كان نِفْسه فيها. أخونا يوسف كان طالب شايف نَفْسه إنه طالب ذكي، وهو عارف كويس إنه لو ركّز هيجيب درجات كويسة جدًا، بس كان عنده مشكلة واحدة بس، إنه ما كانش بيذاكر. كان كل مرّة بيفتح فيها الكتاب كان بيقول لنَفْسه إن هو مش حابب ومش قادر يذاكر، وكان بيخدع نَفْسه إن هو هيذاكر بعدين. وتمُر الأيام والشهور، وفجأة يوسف يلاقي نَفْسه فاضل 3 شهور بس على الامتحانات بتاعته، ف3 شهور بالنسبة للثانوية العامة هو وقت قليل جدًا، ما بالك الناس اللي بتذاكر قبل الامتحانات بشهر. فيوسف لمّا بدأ يفوق، بدأ يلوم نَفْسه على اللي هو عمله ده، وعمّال يقول كده إن خلاص السَنة راحت عليه، وإنه مش هيقدر يعمل أي حاجة. بس سأل نَفْسه هل ال3 شهور دول أقدر أعمل فيهم حاجة بدل ما أخسر كل حاجة؟ فبدأ يحوّل الطاقة بتاعة الندم بتاعته دي لحاجة كويسة نفعته، فراح جايب ورقة وقلم وكتب كل الحاجات المهمة اللي محتاج يركّز عليها، وبدل ما طلّع أسئلة عشوائية أو طلّع دروس عشوائية يذاكرها، بدأ يجيب الامتحانات القديمة ويشوف إيه المهم واللي بيتكرر وبدأ يركّز عليه. فيوسف شاف إنه مش لازم يذاكر كل حاجة علشان يجيب درجات كويسة في الامتحان، ولأول مرة بعد الخطوة دي يوسف حس إنه فهم شوية حاجات هتوصّله للي هو عايزه. وفي ليلة الامتحان بتاعته بدل ما قال إنه هيقعد يطبّق ويذاكر لحد الصبح، يوسف نام بدري وركّز إنه يصحى وهو فايق علشان يستوعب أسئلة الامتحان. وهو في الامتحان اكتشف إن هو فاهم ويقدر يفتكر كل المعلومات اللي ذاكرها، وإن قرار المذاكرة اللي هو خده وقت ما كان ندمان وصّله لإنه يجيب درجات كويسة جدًا. بعد الامتحان حتى لو هو ما جاوبش على الأسئلة كلها، هو قدّام نفسه عارف إنه عمل اللي يقدر عليه، واتعلم درس كويس جدًا طلع بيه من الاختبار ده، إن ما فيش حاجة اسمها أنا متأخّر، في حاجة اسمها إنّك تبدأ دلوقتي، وإنّك تفكّر بخطة فيها ذكاء توصّلك للمجهود أو توصّلك للنتيجة اللي أنت عايزها بأقل مجهود. وده بيتماشى مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. يعني لو لسه عندك وقت ما تضيعوش في الندم، وابدأ دلوقتي وربنا هيعينك طول ما انت بتسعى. عيد ترتيب أولوياتك تاني وفكر كويس، مهم انك تبدأ. شجع نفسك في التعليقات عندنا علشان ربنا يوفقك ونقدر نشجع بعضينا علشان توصل للدرجات والكلية اللي انت نفسك فيها إن شاء الله. سلام عليكم.